فيها البيت الملعون ده والله. ليلى مراد عامله ايه يا فنانه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ فكره فيديو النهارده فلوج بقى في شاطئ الغرام عند صخره ليلى مراد. يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. شوف بقى ايوه. وطبعا بقى كانت بتغني يا ساكني مطروح جنيه في بحركم، الناس تيجي وتروح وانا عاشقه احييكم. الله الله، مش عارف الاغاني دي. ايه ده؟ ماله الواد ده؟ دلوقتي بقى هندخل ونتفرج بقى ونشوف البحر مع بعضينا، يلا بينا. عشان كده قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس تعمل لايك الفيديو ده توصل اكبر عدد من اللايكات. اديني لايك يا اخي. ودلوقتي بقى بعد ما دخلنا من البوابه، اول بقى لما بتخش كده بتلاقي ايه بقى؟ الشجره دي المخشبه اللي مش عارف ايه، بس ما علينا ما علينا. دلوقتي بقى بعد ما بتخش بتروح تقابل الفنانه ليلى مراد بنفسها، بس قبل ما تقابلها بتشوف ايه بقى؟ بتشوف المسرح بتاعها، فهوريكم دلوقتي فيها لفه في المكان. دلوقتي بقى مع المفاجاه، الفنانه ليلى مراد عامله ايه يا فنانه؟ كوعي ارجوك ولا كتفي على ولا عامله ايه؟ قول السؤال تاني. دلوقتي بقى ورايا زي ما انتم شايفين صخرة ليلى مراد اللي كانت بقى ايه مع حسين صدقي عليها. دلوقتي بقى الزعيم هو اللي بقى على الصخرة، لأن الزعيم يلا نهار اسود. السلام عليكم. على الكسفة اللي انت فيها يا حازم. ركب على الصخرة، يلا بينا. بقى مع مسرح الفنانة ليلى مراد، دلوقتي هيبقى مسرح الزعيم لأن الزعيم هو اللي هيطلع عليه. يلا طالعين دلوقتي هو على المسرح. دلوقتي بقى كانت هي تقريبا بتقف بقى هنا، مش عارفه بتعمل ايه بصراحه، والجمهور بقى بيبقى قاعد في المدرجات دي. فانا دلوقتي يعني اخدت مكانها وهاخد كمان مكان الجمهور، وهطلع اقعد مكان الجمهور. كتير اوفر. اقعد مكان الجمهور، لقيت بس حاجه، لقيت الفنانه ليلى مراد واقفه هي بظهرها اللي انا كنت ببوسها في اول الفيديو كده وكده بقى، يعني خلاص بقى ما تكسفوناش. اتكلم يلا عدل يلا. اتكلم بأدب لو سمحت. اتكلم بأدب يا ولد. الجمهور بقى كان بيقعد في المدرجات دي ويبقى قاعد بقى بيتفرج عليها وهي على المسرح الدايره ده، شايفينه؟ الله 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 يا فنانه على الجمال. نمشي للممشى ده عشان نروح للشاطئ، يلا بينا. دلوقتي بقى احب اقول لكم ان انا وصلت للبحر. بصوا الميه ورايا عامله ازاي، تحفه تحفه تحفه. دلوقتي بقى افرجكم كده على الشاطئ، بعد كده ننزل الميه مع بعضينا. انتوا عارفين ما اقدرش اشوف منظر الميه كده وما انزلش، فيلا بينا. وطبعا زي ما عودتكم كل فيديو لو لسه شفتوش الفيديوهات اللي فاتت خشوا على القناه اتفرجوا عليها. دلوقتي بقى كورس السباحه، العوم الباك، ترمي ظهرك كده وبرجليك كده لحد ما تغرق. الله 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 الله، يلا بينا واحده بقى تحت الميه شقلباظوا. 1 2 3. ليلى مراد بقى كانت بتيجي تعوم هنا بقى لوحدها. ايوه، اما الفنانين دول عليهم حاجات. يلا بينا. في تحدي النفس تحت الميه، تعالوا نشوف هنقعد قد ايه. يلا بينا. انت كذاب ابو صلاح. احنا بناكل السمك، شايفين؟ دلوقتي هقول لكم اعملوا لايك لكن تحت الميه. بقى بعد ما عمنا حبه حلوين بقى كده في البحر بقى اللي هناك، جينا بقى بصوا بقى البحيره بقى دي برضو حته كده من البحر بس متحوطه، الميه فيها بقى مش غويطه خالص، يعني يا دوبك كده توصل كده لحد يعني شبر كده. فبص بقى فايه، جيت بقى هنا عشان ايه؟ اغسل بقى فيها رجلي بقى كده وايه. النهارده اليوم ممتع ممتع ممتع، بس لسه ما تفتكروش ان اليوم كده خالص، ده لسه بقى في بلاوي. وبكده يبقى قمنا بقى انتهى في البحر. هنبدا بقى دلوقتي نطلع بقى عشان نروح على الشقه ونكمل بقى يومنا في مطروح. تعالوا نشوف هنعمل ايه. دلوقتي بعد ما جينا من شاطئ الغرام نتغدى بقى سمك بقى زي ما انتم شايفين. تعالوا كلوا معايا بقى، وحبه رز بقى ايه صياديه و100 100. يلا بينا نتغدى.
دلوقتي بقى نزلنا الشارع والاجواء في مطروح عند باب سلمان، هنخش بقى دلوقتي ونشوف الدنيا جوه بقى عامله ازاي مع بعضينا. يلا بينا. ايوه عادل الادهم اهو، بس نحب نقول له تدخين يدمر الصحه يا عم عادل. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ خدوا لي سكرين وابعتها لي على الانستجرام بقى بين الجناحين دول. يلا ملاهي تاني بس مش زي الملاهي بتاعت الفيديو اللي فات دي، ملاهي تانية بقى فيها البيت الملعون ده ولا بيت الرعب والساقية بقى والعربيات وكده. فيلا بينا بقى دلوقتي نخش ونشوف ايه الدنيا. دلوقتي هنخش نركب العربيات ونولعها، جاي لكم اعلمكم دروس السواقة. دلوقتي بقى هنبدأ المعركة ويلا. العب يا جيش الزعيم. يلا بينا. بص بقى المهارة بقى. اوعى دلوقتي جيش الزعيم خلاص، اي حد لسه عالم السواقه يجيلي. انا طبعا جيت عند فتح الله عشان نشتري المشتريات بتاعت اليوم بقى، ويلا بينا بقى النسكافيه والشيبسي والروقان كله. حاليا بقى مرحله التدوير على الحاجات اللي احنا عايزينها. يلا بينا. انا لقيت بيبي فريسكا. دلوقتي بقى هنركب الكاريتا. بقى راكبين الكاريتا ورايحين نتعشى. يلا بينا. واللي قالوا عني كلمة ولو في غيبتي هرد عنهم بس بدل كلمة 100. سيد يا سيد اللي بيتحب. ودلوقتي بقى جينا عند نيو سلطانة عشان نتعشى بقى فطير بالسكر وحلاوة الحلاوة. يلا بينا. دلوقتي بقى الفطيرة اللي بالسكر وهم يا جمل. يبقى انت فيديو النهارده، لو انت وصلت لحد هنا ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. تسأل عنها في الكومنتات، دي اهم حاجة. تعمل لايك في الفيديو ده توصل اكبر عدد من اللايكات. وهسيبكم مع الكواليس. عايز اروح الموقف. اركب ايه؟ عايز اروح الموقف. دلوقتي بقى مع الفنانة والمفاجأة. ودلوقتي يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. وهنا ده كان تاني يوم، بس للاسف ما صورتلكوش حاجه في البحر بسبب ان حصلت مشكله في القناه. فركبت الطفطف كده بالليل، صورت لكم حبه حاجات، وقلت بقى اروح ارفه عن نفسي شويه وافك كده عن اللي حاصل في القناه، واروح اكل الكلاب اللي انتوا شفتوها في اول فيديو بتاع تحدي يوم كامل في البحر اللي لقيناها في الملاهي وكده. فرحت بقى اهو اكلهم كده والعب معاهم شويه. واللي حصل في القناه كده مشكله ان شاء الله تتحل يعني، ما تقلقوش. بس انتوا ايه يعني، خليكم كده بقى معايا في ظهري، وانا ان شاء الله هفضل وراها لحد ما احلها. او لحد وقتنا هذا المشكله لسه ما اتحلتش، بس ان شاء الله تتحل. فرحت بقى اكل الكلاب دي، بجد خففت عني كتير قوي. فكده الحمله بتاعت اكلت 1000 كلب او اتبنيت 1000 كلب ناجحه اهي. وبره كمان اسكندريه وصلت لمطروح، وهنا اهو في الطفطف راجع تاني. بحاول اكون سعيد شويه بس مش قادر. وهنا بقى كنت نازل، بس يلا الحمد لله. وهنا بقى بلف بقى مطروح، قلت برضه الفها بالطفطف كده اتفرج عليها. وهنا بقى قررت ان انا انزل على اسكندريه فورا عشان احل المشكله دي، لان ما عرفتش احلها للاسف من مطروح. فخلاص اهو واخد الشنط بقى. كنت واقف هنا كده، كنت بحجز ورايح بقى اركب الاتوبيس. وصلنا دلوقتي كده عند العلمين. وبعد كده قررت ادخل الحمام اللي في الاتوبيس، وكنت بفرجكم بقى عليه، مع اني والله مش كنتش قادر اسجل اي حاجه ولا اصور اي حاجه، عشان كده من غير صوت اسجل لكم عليه صوت. ودلوقتي بقى وصلت اسكندريه الحمد لله. واول بقى ما وصلت قلت اطلب اكل بقى كده. طلبت بقى ايه، بيتزا بقى كده، عشان اعرف بقى احل المشكله واخطط ليها بقى، واشوف بقى هعمل ايه مع اليوتيوب. وبعد كده كمان مش بيتزا بس، طلبت كمان معاها حواوشي. وهنا بقى كنت بقول لكم تعالوا كلوا معانا، وان شاء الله المشكله تتحل. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.